السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عامل ايه؟ رب كله بخير وسلامة. النهارده بقى يا حبيبي هعمل لكم كده تشكيلة من المحشي بتنجان، حاجة كده جميلة، حاجة كده بالصلاة على النبي. صلوا على النبي يا حبيبي الأول مرة تشوفوني وتدعموني كده باشتراك يا حبايبي، وأهم حاجة الصلاة على النبي. بصوا بقى يا حبايبي البتنجان ده جميل خالص اهو يا حبايبي، والبتنجان انا جايبه ايه شويه اشكال كده من البتنجان جميله خالص تستاهل في بقكم يا حبايبي. وايه وكام قرن بس فلفل كده يا حبايبي. اهم حاجه يا روحي تستحفظي بالغطا بتاع الايه بتاع الفلفل ده يا روحي. هنبدا بقى بالصلاه على النبي. هننزل بقى يا حبايبي معانا هنا بصلتين يا حبايبي انا مقطعاهم كده. هننزل بقى بالصلاه على النبي. صلى على النبي يا روحي. معانا حته سمنه بلدي كده، وهننزل بقى بشويه الزيت دول عشان يخلي المحشي بتاعك كده مفرفر وعسل زي كده يا قلبي. بعد ما اتدبلت كده يا روحي، يا ريت يا روحي ما تسيبهاش تحمر منك قوي عشان ما تعطشيش، ما تعطشيش يا روحي، وما تخليش ايه ان انت عايزه تشربوا ميه كتير في المحشي يا روحي. هنا بقى يا روحي نزلت بالصلاه على النبي بمعلقه كزبره ناشفه كده اهو، تخلي ريحه المحشي بتاعك تشميه من على اول الشارع. بعد كده يا روحي بقى هننزل بالطماطم بتاعتنا الفريش كده بالصلاه على النبي اهو يا روحي. انا مش مصفياها، انا ضربها في الخلاط بس يا روحي. الطماطم بتاعت المحشي ما بتتصفاش. بعد ما الطماطم بتاعتنا اتسبكت كده يا حبايبي بقت جميله كده، هننزل بقى بمعلقه 7 بهارات وكمون وفلفل وبابريكا وملح وسكر. السكر يا حبايبي عشان الحموضه. صلى على النبي يا حبايبي. معانا هنا بقى يا حبايبي الرز المصري، انا غسلاه رز عادي خالص، انا غسلاه يا حبايبي. الرز ما بيتنقعش يا حبايبي بتاع المحشي. هننزل بقى بالخضره بتاعتنا القمر ديت، ربطتين كده خضره او حزمتين مشكلين زي ما حضراتكم بتحبوا تقولوا يعني. معانا هنا بقى يا حبايبي جميل قوي، بيبقى جميل في الحشو بتاع البتنجان يا حبايبي. ده قرن فلفل اخضر وده قرن فلفل احمر، اللي متوفر عندك يا روحي حطيه. وهننزل بقى يا حبايبي بالصلصه بتاعتنا العسل دي. هنبدا بقى يا حبايبي بالصلاه على النبي. صلوا بنا على النبي يا حبايبي. ولو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو يا روحي، يا ريت كده تدعميني باشتراك وتفرحي قلبي باشتراكك معايا وتنوريني يا روحي عندي كده في القناه، وتعملي لي كده لايك حلو من ايديك وكومنت عسل كده زيك يا قلبي. ايه رايكم بقى يا حبيبي في لون الخلطه؟ بقى جميل خالص. حابه يا حبيبتي تقفلي اللون شويه يعني تحمريه شويه، تحطي بقى شويه صلصه من الجاهزه، بس انا ما بحبش احط بحب كل حاجه تبقى طازه كده وفريش يا روحي. هنبدا بقى يا حبايبي نحشي الصبع كده. اهم حاجه في المحشي يا روحي اللي هو البتنجان ده ما تملهوش او ما تتكيش عليه خالص كده يا حبيبتي، يعني هو ناقص اهوت. وانا برضو شوفهم بصوا يا روحي اهو، عشان يبقى جميل كده زيك تتك عليه شويه وتطلعي الزياده وتسويه كده ويبقى جميل خالص وترصيه في الحله. شوف انا مرقده الحله ازاي يا حبايبي عشان تبقى سهله عليكي كده وجميله. لازم ترقدها كده تقوم المحشي يطلع معاكي مساوي، ويقوم ما يعذبكيش كل شويه يقع منك في الحل اهو. شايفين جماله؟ بالصلاه على النبي. صلى على النبي يا حبايبي اهو، حاجه كده جميله خالص والف هنا وصحه على قلوبكم. ايه رايكم بقى يا حبيبي؟ رصه جميله ازاي يا حبيبي. الحله دي رصه الحله كده ما تقحش معاكم ولا تضايقكم خالص يا روحي. المحشي ده بقى يا حبيبي الاسمر ده اللي ما جربوش يجربوا، ده جميل جدا خالص في الاكل ويبقى طيب كده وجميل خالص يا حبايبي، والف هنا وصحه عليكم يا حبايبي اهو يا حبايبي. شايفين كل حاجه سهله وبسيطه خالص. ربنا يعينكم ويعيننا يا رب ويصلح حالكم وحالنا وحال امه المسلمين جميعا يا رب. والبتنجان اللي هو يا حبايبي الابيض ده بيبقى جميل خالص اهو، لما تعملوه جميل خالص يا حبايبي. هتحبوه تجيبي تشكلي كده يا روحي شو بتنجان من اللي هو المخدد من الابيض بالاسمر بيبقى جميل. معانا الفلفل بقى يا حبايبي تحشيه ازاي يا روحي. الفلفل يا روحي ما تكبسوش برده، يبقى حاجه خفيفه كده وبسيطه يا قلب عشان ما يبقاش ما يغيبش معاكي في السوي وما ما يطلعش من الغطا بتاعه. شايفه يا روحي انا سبت اهوت نصه بس، اكتر من نص بشويه. وبصي يا روحي الغطا ده تستحفظي بيه، تحطيه بس كده على قرن الفلفل يقوم هو يساعده في السوا ويبقى جمال خالص. وتحطيه برده زيه زي البتنجان يا قلبي اهو. شايفين الجمال؟ هو بيبقى كده بالطريقه دي. انا عملت يا حبايبي المحشي بالصلاه على النبي، حشيته كلاته. انا حالا بعمل الشوربه يا روحي. الشوربه دي كانت عندي انا بدفيها، وهنزل عليها يا حبايبي اهو بصوص الرمان ده، بصوص الروماني يا حبايبي بالصلاه على النبي. حابه تحط صلصه براحتك يا قلبي اهو. اللي ما يعرفش صوص الرمان جميل خالص ويخليك الاكل جميل خالص يا روحي. الف هنا وصحه اهو. بعد ما حطينا دبس الرمان يا حبايبي كمان نضيف كده معلقتين زيت. هنبدا بقى يا حبايبي حطينا ادي الحله بتاعتنا جميله خالص، ما تزنقش يا روحي قوي، خليه يعني في برح كده. وهننزل بقى بالشوربه الجميله اللي احنا عملناها ديت. صلوا على النبي يا حبايبي. حابه تحطي يا روحي صلصه براحتك عادي، انا اكتفيت ان انا احط دبس الرمان جميل خالص اهوت، بيخلي الاكل جميل خالص. يا دوب يا حبايبي تسيبوا يعني التلات ارباع بس الشوربه
اهو يا حبايبي، وتعلق عليه النار. دي بدأ يا حبايبي يغلي اهوت اهو، جميل خالص بالصلاة على النبي. هنغطيه يا حبايبي، ولما يتشرب خالص انا حاطه الورقه دي يا روحي عشان الخرم ده، عشان نكتم البخار يا روحي اهو. ايه رايكم بقى في الفكره دي؟ ايه رايكم بقى يا حبايبي في المحشي بتاعنا ده؟ جميل خالص اهو. بعد ما شرب الميه كلها انا هديت عليه النار يا حبايبي لمده 10 دقايق. وتحبوك الغطا يا حبيبتي يكون متظبط كويس. تعملي يعني الغطا كويس يا روحي عشان ما يدخل مش اي ايه، ما يستوي معاك على طول يا روحي. وجميل خالص اهوت، هدي عليه النار وجميل خالص اهوت، وبألف هنا وصحة على قلوبكم. اللي وصل بقى معايا لحد هنا يا روحي متنساش بقى يشترك لمنوره كده ويعمل لها اشتراك في القناه وينورها بوجود حضراتكم معانا. وتعملوا لي لايك حلو من ايديكم يا روحي، وكومنت عسل كده زيكم. ايه رايكم في الجمال ده؟ والله صبع المحشي ده من ناقص حاجه واحده بس يا حبايبي، ناقص بس ان انتم مش هتاكلوا معايا بس يا حبايبي. بسيبكم بقى في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.